الاتجاه نحو الشمال بحثا عن احتياطات جديدة للنفط في السودان، وما ألمحت إليه وزارة النفط السودانية أنها بنهاية هذا العام ستكمل حفر نحو 60 بئرا جديدة للنفط أغلبها في شمال السودان. يتوقع منها أيضا زيادة إنتاج النفط شمالا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل في أحد المربعات إلى 1,000,000 برميل يوميا إن سرت الأحوال الأمنية والسياسية دون توتر أو اضطراب. So it will take time to develop those, but the oil is there. نحتاج إلى وقت لتطوير هذه الآبار، لكن النفط موجود. هناك مربع 17 في الشمال، ومربع 6 في الشمال أيضا، ويمكن القول إن مربع 6 وحده يمكن أن ينتج 1,000,000 برميل على مدى 5 سنوات. عمليات الإنتاج والاستكشاف للنفط وإبان عملية الاستفتاء يبدو أنها لم تتأثر بصخب السياسة ولا بانفعالاتها، فمعدل إنتاج النفط كما تقول الحكومة بقي في وضعه الطبيعي بنحو 470 ألف برميل يوميا، ما يشير إلى أن ثمة استقرارا قد شمل هذا المجال قوامه استتباب الأمن، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة النشاط الاستكشافي. في كل هذه المربعات هناك نشاط استكشافي أكثر من ذي قبل، وهناك مؤشرات على أننا سنحصل على مزيد من الاحتياطات النفطية. المخاوف من تأثر اقتصاد الشمال في حالة انفصال جنوب السودان الذي يعتمد بنحو 60% من موازنته العامة على عائدات النفط المنتج بكميات كبيرة جنوبا، ربما مثل عاملا للتوسع في الاستكشاف شمالا لإيجاد توازن اقتصادي في المستقبل. أن هذه الرسالة هي رسالة لتطمين المواطنين من الناحية السياسية. يبدو أن النفط بات جزء لا يتجزأ من المعادلة السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان، معادلة يسعى الجميع إلى وضع أسس استقرارها وبقائها شريانا للتواصل بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال. محمد الطيب، الجزيرة، الخرطوم.